هاي حلوين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا بخير، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. وخلاص فاضل ايام على العيد ان شاء الله. فانا عامله سلسله تجربه كحك العيد، والنهارده تاني فيديو من تجربه كحك العيد. بس النهارده هنجرب كحك العيد من حلواني العبد. بس قبل ما ابدا الفيديو متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وكبروا القناه معايا واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر واظهر معاكم في اقرب وقت. ويلا نبدا الفيديو على طول. دي علبه حلواني العبد السنه دي نفس الشكل بتاع السنه اللي فاتت بالظبط. ده كيلو مشكل 170 جنيه. يلا نفتحها وندوق الطعم السنه دي هيبقى حلو ولا نص نص. ده شكل علبه الكحك السنه دي من العبد. تعالوا نشوف مكوناتها ايه. باكت طويل من البسكوت، عندنا هنا باكت طويل من الكحك، عندنا هنا باكت من البيديفور. تعالوا يلا ندوق ونجرب ونقيم كحك العيد من حلواني العبد. تعالوا ندوق اول حاجه الكحك. تعالوا نشوف الباكت ده فيه كام كحكايه. 2 4 6 8 10 12 14 16 قطعه كحك في العلبه المشكله اللي هي الكيلو. سكر لوحده، وهنا طبعا مش مسكر، وده كحك ساده. ويلا ندوق كحك العبد. طعمه حلو مش وحش. حاطط فيه سمسم. السمنه فيه باينه، وهو ناعم بس مش اللي هو بيدوب كده في البق، يعني تاكليه شويه. فهو في الرينج المتوسط. فكحك العبد هديله 7.5 من 10. تعالوا ندوق البسكوت. تعالوا ندوق البسكوت من العبد. ده شكل بسكوت العبد. تعالوا نشوف كام بسكوتايه في العلبه المشكله اللي هي كيلو. 2 4 6 12 18 قطعة بسكوت في الكيلو المشكل بتاع العبد. تعالوا ندوق البسكوت. متهيألي ده اسمه بسكوت النشادر. طعمه حلو قوي، السكر فيه مظبوط، طعمه فعلا زي بسكوت زمان كده اللي كانت مامهاتنا بتعمله. هو بس ناشف سنة، بس انا بالنسبة لي عجبني، يعني مش مشكلة ان هو ناشف، بس هو طعمه حلو. فالبسكوت هديله 9 من 10. تعالوا ندوق البيديفور. دي علبة البيديفور من العبد. تعالوا نشوف كام قطعة زي ما انتم شايفين. تعالوا نشوف كام قطعة. 3 6 8. هو حاطط بيديفور وصابليه. 14 قطعة بيديفور. تعالوا ندوق الصابليه. غني بالشوكولاتة، غني بالشوكولاتة بجد، حلو قوي قوي قوي، عجبني، هديله 10 من 10. تعالوا ندوق البيديفور. عجبني البيديفور جدا جدا جدا، غني كده وزي بيديفور زمان يعني. حلو قوي البيديفور وحلو قوي السابليه. بصراحه هما الاثنين هياخدوا 10 من 10. وبس كده يبقى انا خلصت كده تقييم كحك العبد. عايزه اقول لكم اكتر حاجه عجبتني في حاجات العبد هي البيديفور طبعا اول حاجه. تاني حاجه البسكوت طعمه حلو قوي، بس هو مشكلته ان هو ناشف شويه، فلو مش هتفرق معاكي فعادي، بس هو طعمه حلو. تالت حاجه هي الكحك بالنسبه لي متواصل. اشوفكم في فيديو جديد وفي تجربه كحك جديده ومحل جديد. وما تنسوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. وباي باي.